حسان ابني، وينك وينك حسان حبيبي حسان حسان. أنا هون أمي. ابني أنا واقف وراكي أمي. حسان حسان لكني هون أمي. ابني حسان. شو مالك شايفتيني أمي؟ حسان أنا هون أمي. تعي حسان وينك؟ تعي وينك؟ حسان حسان لكني أمي أنا هون. وقف. وقف وقف، لا تروح مشان الله. حسان حسان ابني حسان يا عمري انت، يا قلب امك. ابني أمي، شو رجعتي شفتي أخي بالمنام؟ ما عم بنساه، والله مالي قدرانة انساه ابدا. خلص أمي، ارحمي حالك. خير ان شاء الله. مين اللي عم يدق هيك؟ رايحة أشوف مين. وين أمك؟ سناء! سناء! أمي! سناء! أمي! اجوا مشان المصاري. المهلة تبعك خلصت من امبارح، المصاري جاهزين؟ مو جاهزين. اسمع مني وخلينا ناخذ بدي اياك البنت تطول وخلاص. بالك شوي، بس اليوم، وان شاء الله من هون للمساء. للمساء؟ وبعدين معك، اسمعيني منيح، رح أعطيكي بس ساعتين مشان تجيبي لي المصاري، وإذا ما جبتيه رح آخذ البنت، هذا حقي وما حدا فيه يلومني، بقى دبريهم أحسن لك. كيف بدك يعني دبرون؟ أعطيني وقت أكثر. أنا ما رح آكل حقك، بس طول بالك علي، وأنت بتعرف إني ما باكل حق حدا. أنا مو طالبة مهلة كتير. بدي إياك تصبر علي للمساء ورح أدبرهم. قلنا لك معك ساعتين مو أكتر. نحن صبرنا وطولنا بالنا كتير. يا بتأمني المصاري يا أما البنت بتكون إلنا. سناء،
دخيلك يا رب يساعدني. أمي شو رح نساوي هلا؟ لا تخاف، إن شاء الله منلاقي شي حل. لا تبكي يا عمري، الله كبير وأكيد رح يساعدنا وما رح ينسانا. بعد وقف. بعد لك الشاق اكتبوا. لك شباك. لك الشاق اتركوا ديبو. لك اتركوا. لك بعد من هون، بعد من هون. شاق لك الشاق. لك الشاق ديبو. لك الشاق لك خلص بقى. ديبو. لك شو عمل لك؟ لك الشاق. لك عمل لك الشاق. صار لك شيء؟ إن شاء الله ما انأذيت؟ شو هالكلب اللي عندك هاد؟ منيح اللي ما عضك. بدل ما تقول لي الحمد لله على السلامة. اي والله منيح. هاد ما بيوفر حدا. بس أنت غريب، مانك من هون، من وين جاي؟ أنا من اسطنبول وبدي روح على ضيعة سارسو. بتعرف وين صايرة؟ شايف هذا الجبل؟ ايه. الضيعة صارت ورا الجبل. عود لينشفوا ثيابك، عود، لا تروح هيك. ايه امسك، غسل ايديك ووشك، رح ترتاح. يسلموا ايديك اخي. استناني شوي. اوكي. البس هدول هلا لينشفوا ثيابك. يلا. يسلموا ايديك، عذبتك معي. يلا يا صبايا، يلا يا صبايا، تعالوا تفرجوا، جايب لكم قمايش بتاخذ العقل، لا تنكشوا كل شيء بشرط. ما عندي دخل، ما عندي دخل، انا ابغى عليكم القماش. جميلة؟ هلا بشوف لكم لا تنكشوا. شو يا؟ لوين رايحة من على بكرة الصبح؟ هذا حرير ما في منه. بدي أروح لبيت عمي. بعدين شو كل هالحلا؟ شكلك عشقانة والله، صح يا بنات؟ أنا كمان هيك عم أقول، بس أبصر. رح فرجيك. لا ما في شي من هذا، ماني عشقانة. مين بدي أعشق يعني؟ أنا لازم أمشي. الله معك. باين انت مستعجلة. على مين بدك تكذب؟ ايه اكيد راح لعند الدكتور. جميلة، أهلين خالي. وينك يا بنتي؟ ليش ما عم تطلي لعندي؟ ما تواخذيني خالي، بس كنت مشغولة. لوين بدك تروحي؟ أنا كنت عم اتفرج على القمايش وبدي أروح لعندكم. كيف نرمين؟ ما أنا منيحة بنوم. وليه؟ حنان؟ خير إن شاء الله. لوين رايحة؟ رايحة الدكتور يا أبي. أها. شو؟ كل يوم والتاني مخفى لعنده؟ شو قصتك؟ أي بطني عم يوجعني، مو بإيدي. إيه نلعي. بس لا تتأخري كثير ها؟ حاضر يا أبي. لك شو؟ مو على أساس موجوعة؟ عمو ابراهيم، اجا عمو ابراهيم. اهلا عمو. يا اهلين يا اهلين، تعوا لعند عمكم، تعوا، هي جبت لكم السكاكين اللي بتحبوها. الله يرضى عليكم. جدو خالي سنة قاعدة عنا وعم تستناك. ايه رح افوت شوفها. خير ان شاء الله يا بنتي، شوفي شو القصة؟ مصيبة وحلت علينا. اليوم اجا حميد وبده ياخذ البنت بدل المصاري، وانا مالي عرفانه شو ساوي. مالي حدا اخذ منه كل هالمصاري. بدهم ياني يدبر لهم المبلغ بظرف ساعتين، اصلا ما حدا عنده هيك مبلغ كبير. طولي بالك شوي يا بنتي، ان شاء الله منلاقي لك حل. توكلي على الله ولا تيأسي من رحمته ابدا. تفضلي جميلة، فوتي.
دكتور بالعيادة شي؟ شو بكي راسك رجع يوجعك؟ شو قصتك جميلة؟ مالك على بعضك بنوم؟ دكتور في عنا مريضة. فوتيها. شوفي، شو اللي جابك لهون؟ أنا اجيت لك أنا ما قلت لي خففي زيارتك لعندي بهاليومين؟ بدك تفضحينا؟ احكي شو اللي جابك؟ أنا اجيت مشان صار لك أكثر من أسبوع ما عم تسأل عني، وبطني كل ماله عم يكبر أكثر، وإذا عرفوا أهلي أكيد رح يقتلوني. لازم تساوي شي. الشغلة مو لعبة بنوم، وإذا عرفوا أهلي رح يقتلوا. خلص حبيبتي، أنا وعدتك إنه رح ساعدك، بس بترجاكي لا تيجي لعندي بهاليومين. عم تفهميني؟ وكيف بدك تساعدني بقى؟ لإمتى بدي ضل على هالحالة هي؟ أوف جميلة أوف. ما في عنا غير حل واحد، بدك تجي وتخطبني من أبي وبدنا نتجوز. نتجوز؟ شو هالحكي؟ يعني أنا قصدي إنه هلأ ما فينا، بالأول لازم نخلص من الجنين، وبعدها فيني أخطبك ونتجوز. كيف رح نخلص من الجنين؟ اتصلت بدكتور رفيقي وهو جاي اليوم وبده يساعدنا بهالمشكلة. رح يساوي لك عملية وهيك بتخلصي من الجنين. مستحيل، حرام عليك. تركينا من الحرام والحلال هلأ. أنا خايفة. لا تخافي، هو دكتور كتير شاطر. تفضل أخي، أكيد أنت جوعان. مد إيدك. يسلموا إيديك، عذبتك معي، أنا خجلان منك. ولا يهمك، ما عذبتني، ليش أنا شو سويت معك؟ يلا تفضل. ايه لك شو هالأكل؟ أنا رح رفل لك سندويشة. يلا ها. هاي جبنة كتير طيبة، يلا تفضل. إن شاء الله ألف صحة. هيك أحسن. يسلموا، شكرا. احكي لي لشوف، ليش بدك تروح على سارسو؟ هي الدكتور فيه هنيك، أنا رايح لعنده. أختي بس يستوي الرغيف أعطيني إياه. بعطيك. لك بنتي إذا أكل بيبطل يتعشى. أهلين عمو إبراهيم. أهلين فيك يا ابني، خذ هي لشوف. شكرا. يعطيكم العافية يا جماعة. أهلين وسهلا شيخ. أهلين حبيبي. يا ميت أهلا وسهلا، نورت البيت يا شيخ إبراهيم. تفضل تفضل تفضل، اقعد شيخي. سووا لنا كاس شاي. روحي سامي. حاضر. تفضل. أهلا وسهلا. أها. ريح. الحقيقة يا ابني أنا جاي بطلب وما بدي إياك تخجلني. أمرني، اطلب اللي بدك إياه. أنت بتأمر أمر يا شيخي. أستغفر الله، الأمر لله يا ابني. بس أنا جاي أطلب منك شغلة، بدي إياك تطول بالمهلة اللي أعطيتها لسناء. حتى أنت دخلتك بالقصة. أنت بتعرف إنه نحن ما بدنا غير حقنا، وطولنا بالنا عليها كتير.
بس الظاهر انه هي ما بدها تعطينا حقنا، وبهالحالة ما عم نغلط، ورح ناخذ البنت بدالهم ونخلص بقى. هالأدوية تعطيهم للأنسة جميلة. إن شاء الله معافى يا أنسة جميلة. باينتك ما عم تطلعي من العيادة بهاليومين. لأني مريضة آخذة برد شوي. برد بهالصيف؟ غريب. سارة دكتورة لتفهمي امتى الواحد بياخد برد؟ يسلموا ايديكي. معفاية ان شاء الله. يلا بخاطركم. بس ايدي اذا كانت مرضانة. هي عم تجي لهون لحتى تشوف الدكتور. حرام عليكي تفتري على البنت. دخيلك، اصلا كل الضيعة بتعرف هالشي. ليش تأخرت كل هالقطارة؟ شو صار لك؟ صباح الخير دكتور. شو رجع بطنك يوجعك مرة تانية؟ ايه، واليوم عم يجعني كتير. طيب تفضلي مشان افحصك. الوقت عم يخلص. يعني بدهم ياخذوني؟ مشان الله لا تخليهم ياخذوني. لا تخافي يا بنتي، مستحيل خليهم ياخذوكي مني. استني ولا تخافي. مين؟ أنا جميلة. أهلين يا بنتي، فوتي. كنت رح موت من الرعبة. خلص لا تخافي. ليش تأخرتي كتير؟ أمي بلشت تشب بالقصة. جميلة؟ ها؟ ليش تأخرتي كل هالقد يا بنتي؟ راسي كان عم يوجعني لهيك رحت على الدكتور. شوفي، ليش عيونك مورمة؟ كأنك كنتي عم تبكي. انتي مالك على بعضك؟ أكيد صاير معك شي. لا لا خالي، ما في شي. أنا كتير منيحة، بس كنت زعلانة مشان نيرمين. هالزلمة متجوز مرتين. والله حرام إنه يتجوز نيرمين. رح موت حالي ما بتجوز هالختيار. تفضل شيخي تفضل. أهلا وسهلا شيخ إبراهيم. أهلين فيك رشاد. مثل ما اتفقنا يا ابني، إذا ما قدرت سناء تأملكم المصاري بعد يومين بتاخدوا نيرمين. خلص شيخي لا تاكل هم. يلا بخاطركم يا ابني. الله معك يا شيخ إبراهيم. الله معك يا شيخنا. شو هذا اللي سمعته؟ الشيخ إبراهيم طلب نطول المهلة، وأنا لبيت وأعطيت يومين زيادة لسناء. وشو السبب؟ ما كان فيني زعل الشيخ إبراهيم. يا الله لا يعطيك العافية. شو؟ ما في وراكم شغل لحتى قاعدين عم تتصنطوا؟ نقلوا من الشي، يلا لشوف، فوتوا لجوا. طلبت منهم يمهلونا يومين تانيات، وبالزور لحتى وافق حميد على هالشي. بس لازم تأمني المصاري. شوفي مين قدران يساعدك من أهل الضيعة وروحي لعنده، وأنا كمان رح أساعد قد ما بقدر. الله يخلي لنا إياك يا شيخي وما يحرمنا منك. أنا رايحة لجيب حق الحليب. طيب أمي. جميلة جميلة، تعي نقعد. ليش عم تطلعي هيك؟ انتي بكيانة كتير. لأنه كنت زعلانة عليكي. لا تكذبي علي،
ليش عم تخبي علي؟ مو على أساس نحن أخوات؟ لا يكون صاير شي بينك وبين الدكتور. أنا حامل. شو؟ يخرب بيتك، كيف بتغلطي هاي الغلطة؟ ما بتعرفي إنه هالشغلة فيها قتل؟ كيف ما فكرتي بحالك وبأهلك؟ ما فكرتي بسمعتي وسمعتهم وكلام العالم؟ كيف ما فكرتي شو بده يصير بأبوكي وإخواتك إذا عرفوا؟ مشان الله اسكتي. كيف بدك ياني اسكت؟ بدك ياني اسمع هاي المصيبة واسكت كمان؟ مو على أساس نحن أخوات. وأنا ما قلت لك غير هيك، بس هي القصة ما لعبة، وإذا عرفوا أهلك أكيد رح يقتلوكي. ما في عندكم حل هلأ غير إنه يتجوزك. لازم يجي ويطلبك من أهلك بسرعة. هو بده يتجوزني، بس بالأول لازم نخلص من الولد وننزله. وكيف بدكم تخلصوا من الولد بقى؟ الظاهر اني صرت قريب من الضيعة، بس ضيعتنا صارت من هديك الناحية، وانا لازم روح من هي الجهة. ما لا تروح اليوم لأنه قربت الدنيا تعتم هلا، ما فيك تمشي بالليل، الطريق خطرة. اسمع مني، امشي معي على ضيعتنا، وبكرة الصبح بتروح على سارسو. طيب يا سيدي، مثل ما بدك. يا عيني عليك، بشرفي إني حبيتك كتير. جميلة، انت بتصدقي حكي الدكتور؟ قصدي انه هو ناوي يخطبك عن جد، يعني ما نو كذاب. ايه نيرمين، انا مصدقته. رواد ما بيكذب علي، وانا بوثق فيه كتير. ان شاء الله يطلع هالحكي صحيح. ان شاء الله. اخاتي، بس هالأدوية كتيرة مختار. رح يجوا اليوم المساء، إذا قدرت تأمن لهم طلبهم رح يدفعوا لك مثل ما بدك وحبة مسك. بس هنن طالبين أدوية كتير غالية هالمرة. والله أنا ما كتير بفهم بهالشغلة. لسه في إلي عندكم حساب؟ إمتى رح تعطوني المبلغ؟ اليوم بنسكر لك كل حسابك، المهم تأمن البضاعة. ما بسلم شي لأستلم كل المصاري. بالأول البضاعة، وإذا ما بدك تجيب أنت حر، أنا ما رح أغصبك، بس حسابك ما بيتسكر. بقى شو قلت؟ خلص اليوم المساء، نفس المطرح القديم. يا دكتور نسيتك. اوه اهلين بالشيخ ابراهيم، تفضل. زارتنا البركه، تفضل. انا مو جاي لاقعد يا مختار، انا جاي كرمال هالمسكينه سناء. رشاد بده اياها تأمن له المصاري، وانا اجيت اتدين منك. صدقني بهاليومين ما معي، معقول يكون معي وما اعطيك؟ الحاله دائره. هدول والله مو إلي، هدول أمان العالم، بدنا نوصلهم لأصحابهم. لك امسكها منيح، ماسكها يا زلمة.
تفضلي، وهيك ما بيكون صفالك من حساب الحليب ولا شي عنا. يسلموا ايديك يا اخي، بس انا علي ديون ولازم اوفيهم، بدي منك مبلغ صغير برده من حق الحليب. بعطيكي بعد اسبوع. بس ما فيي استنى. صدقني لو ماني مضطر ما كنت طلبت منك. من شان الله ما تواخذنا يا شيخي، أنا وعدتك أوفي دينك بس ما قدرت. بس صدقني أنا كتير مزنوق بهاليومين وما فيني أعطيه غير نص المبلغ. كتر خيرك يا شيخي. يسلموا إيديك. خاطرك. الله معك. يا رب شو ساوي بحالي؟ جميلة أحمد لا توقفي هنيك جميلة. خير حبيبي شو في؟ ما بدي اياكي توقفي هنيك. ليش بقى؟ رح توقعي، مكان عندك خطر. خايف يصير لك شيء. خايف علي؟ إذا أنا متت رح تزعل وتبكي علي؟ ايه رح ازعل لأني بحبك. وأنا كمان بحبك كتير. احكي لي هلا، ليش اجيت؟ لأنه أبي بده إياكي. ليش؟ صاير شي؟ صدقيني ما بعرف، بس بده إياكي ترجعي على البيت. طمنيني يا بنتي، شو صار معك؟ ما قدرت أدبر غير شوي يا شيخي. وأنا كمان ما قدرت أمن غير هدول يا بنتي. الله يقدم اللي فيه الخير. هي اجت جميلة يا أبي. خير يا أبي. تعي عادي جنبي شوي. في جماعة جايين بكرة مشان يخطبوكي. جماعة أوادم وما عليهم حكي، وبكرة بدهم يجوا يشوفوكي وتشوفي العريس. الشاب كتير غني ومن عيلة منيحة. بقى شو قلتي؟ هدول اللي معنا؟ ايه هدول؟ بس هدول ما بيكفوا لقصة هذا الشهر. شو رح نساوي هلأ؟ لسه في قدامنا يومين تانيات كمان. وشو رح نقدر نساوي بهاليومين يعني؟ أكيد رايحة لعند الدكتور. أمي، هي آخر بقرة عنا، كيف بدنا نبيعها؟ بعرف هالشي، بس ما في عنا غير هالحل يا بنتي. بعدين حتى إذا بعناها ووفينا هذا القسط، شو رح نعمل مشان القسط اللي بعده؟ خلينا نوفي هذا القسط بالأول، وللقسط الجاية بفرجة الله. إن شاء الله رح يفرجها علينا ورح نقدر نلاقي شي حل.
جميلة، شو اللي جابك لهون هلا؟ مصيبة وحلت علينا. فوتي لجوا قبل ما يشوفك حدا هون. بكره المساء بدهم يجوني خطابين، وأبي بده يجوزني هالمرة. مشان الله تقلي شو بدنا نساوي؟ أنا ما عاد فيني خبي حملي أكثر من هيك، وإذا عرف حدا من أهلي إنه أنت أبو الولد وقتها أبي أكيد رح يقتلنا نحن الاثنين. إذا ما لقيت حل بدنا نموت. ما في قدامنا غير نهرب سوا. الله يوفقك، خلينا نهرب سوا. خلص حبيبتي اطمني، رح نهرب اليوم. خلص استنيني المسويات بأول التلة الكبيرة. رح أنطرك هونيك لحتى تجي. اي والله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مرحبا. وعليكم السلام. سيدي الله بيعين، كلنا تفضل. لازمنا مصاري. بس انا مديون. والله الدنيا كثير صعب. بعين الله يا اخي بعين. يا اهلا وسهلا. اهلين فيك. أهلين فيكم، شكرا. أهلا وسهلا. أهلين يا ابني. يا أهلين فيكم، شكرا لكم يا جماعة. السلام عليكم. اهلا وعليكم. كيف العافية يا جماعة؟ الحمد لله يا اخي. وعليكم السلام. المرأة كثير بيت. أهلا وسهلا. ايه خبرنا يا محمد، مين الضيف اللي معك؟ هذا الدكتور طارق. عن جد أنت دكتور؟ ما شاء الله ما شاء الله. أهلين دكتور. ولوين بدك تروح يا ابني؟ بده يروح لضيعة سارسو. على ضيعة سارسو؟ بدك تروح على ضيعة سارسو يا ابني؟ هاي الضيعة ورا الجبل وكتير بعيدة. اي والله كتير بعيدة، وكيف بده يوصل لهونيك؟ هاتوا كاسة شاي لضيفنا الدكتور. الدكتور تعبان شوي، بدي اخده معي مشان يرتاح. لا ما بقبل تاخده معك، الدكتور رح يكون ضيفي انا اليوم. معمر مرغم بسرعة روح لعند مرت عمك وإلا تجهز عشاء مرتب كرمال ضيفنا الدكتور. يلا يا ابني بسرعة يلا. ما شاء الله البقرة منيحة، بس ما معي مصاري اشتريها. هي بتسوى كتير، بس أنا هلا ما معي مصاري. إن شاء الله ما تواخذونا، كنا حابين نخدمك. ولا يهمك، عذبناكم معنا يا السلام عليكم. شيخنا. الظاهر إنه ما في فايدة يا شيخي. كنت بعرف إنه ما حدا معه مصاري مشان يشتريها. طولي بالك ولا تيأسي يا بنتي، الله كريم وأكيد رح نلاقي حل. تعي كلي جميلة. ساعتين بس ما بدي آكل. مانك جوعانة؟ لا حبيبي ماني جوعانة. تصبحوا على خير. تلاقي الخير يا بنتي. خير يا أبي. لوين بدك تروحي بهيك وقت؟ خالي سناء تعبانة شوي ورح روح شق عليها. ايه بس لا تتأخري. حاضر يا أبي. خير يا ابني، شوفي باينتك متضايق. لا أنا منيح، بس بصراحة خجلان منكم كتير. يعني أنتم معذبين حالكم، ما كان في داعي لكل هالشي. أنا بتشكركم كتير. ولو يا ابني ما في شي من واجبك، نحن ما عملنا شي. بعدين انت ضيفنا اليوم. ها منيح، وهي اجا محمد كمان.
تعال يا ابني تعال، صب القهوة. تفضل دكتور. يسلموا ايديك. يسلموا. لا شو هذا اللي سويته؟ غلطت بشي يا اغا؟ ليش حطيت الفنجان؟ ليش شو في اذا حطيته؟ هلا صرت مجبور تتكفل بمصاريف جوازته لمحمد. يا اما بدك تملي له الفنجان كله ذهب. كيف يعني؟ انت حطيت الفنجان من دون ما تخلص قهوتك، من شان هيك بدك تجوز اللي ضيفك، يا اما بدك تملي له الفنجان ذهب. لا تخاف يا ابني لا تخاف، هيك العادة عنا بالضيعة. بس الحقيقة نحن حابين نجوزه لمحمد وكنا عم نمزح معه. محمد؟ بدكم تجوزوه من هلا؟ بس لساته صغير مو بكير عليه؟ شو؟ هذا صغير؟ لك صار قد الحيط، بعدين هو ما عاد يصبر أكثر من هيك، اللي من عمره تجوزوا من زمان وصار عندهم أولاد. لا تكون أنت كمان عزابي. ايه. شو هالحكي؟ عم تحكي جد؟ ليش ما تجوز لهلا؟ معناها لازم نجوزك أنت كمان. بدك الصراحة يا دكتور، أنت شكلك راحت عليك من زمان. بكره من طلعة الضوء خدي البقرة ووديها لعند أبو علي وإن شاء الله بيشتريها. وبلكي ما اشتراها. قولي له أنا اللي بعتك، وإذا كان معه مصاري أكيد رح يشتريها. الله لا يحرمنا منك يا شيخ إبراهيم. ولو يا بنتي أنا ما سويت معك شيء. يلا تصبحي على خير. تلاقي الخير يا شيخ ديري إبراهيم. بالك على حالك. رواد رواد البضاعة كاملة يا دكتور؟ لا تكون منقص شي هالمرة. لا كاملة. خلاص هدول هن الأدوية. وين الحساب القديم؟ هذا كل حسابك، هيك منكم خالصين. صار لي جمعة مأجل سفرتي كرمال هالمصاري. الله معك والقلب داعي لك. وين طريقك؟ بدي امشي معكم لحتى اوصل على الطريق العام. السلام عليكم يا جماعة. كنت قاعد مالل بهالبيت، قلت لحالي بمرق على القهوة بيشرب معكم كاسة. شو القصة؟ احكوا شو في؟ أنا شو مساوي؟ بدر، إذا بدك تعرف شو السبب روح اسأل بنتك جميلة.
ليش عم تجيب سيرة بنتي يا مختار؟ رواد، لك رواد. جميلة. رواد جميلة، أنا بفرجيكي. يا حرام الله يعينه. رواد، جميلة؟ وينه الدكتور؟ ما بعرف. جميلة؟ جميلة؟ جميلة شبه؟ ما عم صدق، هالبنت ما فيها عرق الحياة. شايفة شو اللي عملته مقصوفة هالرقبة؟ الله يجيرنا. يعني هي أكيد حامل من الدكتور؟ حنان سمعتها بأدانة هي وعم تحكي معه، والرجال اليوم بالقهوة خبروا أبوها بكل شيء. ايه والله هيك مصيبة مهينة بنوبها. مسكين الله يعينه. ما عم صدق، جميلة مستحيل تساوي هيك شغلة. يلا تصبحوا على خير. ولك شو هالمصيبة اللي جبت لنا اياها؟ احكي انطقي، ليش هيك عملتي فينا؟ امشي امشي. لك انت حطيت راسنا بالوحل يا حقيرة. يا ربي شو هالمصيبة، شو هالمصيبة يا ربي. ليش هيك يا حجي، وين جميلة؟ جوا. خلص بدر مشان الله. جميلة مستحيل تساوي هيك شغلة، لا تصدق حكي الناس. بجوز انضحك عليها وهي ما لها ذنب، لك هي بتضل بنتك. هاي لا بنتي ولا بعرفها، لك هاي جابت لنا العار. كيف رح واجه الناس من اليوم ورايح؟ شو رح اقول لهم؟ هاي بدها قتل. والله إذا ما قتلتها هي وهالحقير ما بيكون اسمي بدر. يا أبي شو صار؟ عرفت وين راح الكلب؟ ما عرفت، قال راح لغير ضيعة، وديالا قالت بده يرجع بكره، بس انا ما حكيت له شيء. بس يرجع بدنا نقتل اثنين. نحن لازم نمحي هالعار ونرجع شرفنا. شيخ إبراهيم، شيخ إبراهيم، دخيلك، لا تخليهم يقتلوها، دخيلك يا شيخي، لحقهم قبل ما يقتلوا جميلة، مشان الله يا شيخي لا تخليهم يقتلوها، والله حرام. ديانا هاتي جاكيتي. اجتمعوا رجال العيلة شيء؟ كلهم هنيك وبدهم يقتلوها، مشان الله تلحقهم يا شيخي. يلا
ليش هيك سويتي بحالك يا جميلة؟ لازم نقتل الاثنين، ما في عنا حل غيره. اجا الشيخ ابراهيم. مسيك لشوف. اهلين شيخ ابراهيم. اهلين فيك. اهلا وسهلا يا شيخي. تفضل عود، تفضل. اهلين فيك شيخنا. اهلين فيكم. هالمصيبة مصيبتنا كلياتنا، بس القتل ما رح يحل المشكلة ابدا. لك شو بدك ايانا اساوي؟ بالاول لازم تطلعوا جميلة برات الضيعة كلها، وبعدين فينا نلاقي طريقة تانية لحل المشكلة، بس ما لازم تقتلوها، هالشي حرام. بترجاك يا شيخي ما تتدخل. هالقصة بتخصنا وحدنا، ونحن لازم نرجع شرفنا اللي راح، ما بيرجع شرفنا غير بالقتل. خلاص ولك، لا ترفع صوتك على الشيخ، خلي الكبار يحكوا. دخيلك ما تواخذنا يا شيخي، شاب وما بيعرف شو بيتصرف، بس انت بتعرف عاداتنا، هذا شرفنا وما لازم نفرط فيه. ما في قدامنا حل غير انه نقتله. طيب ليش بتقولوا عنه شاب وغلط، وما بتقولوا هالحكي عن بنتك جميلة كمان؟ يا لطيف. صدقني القتل ما بيحل المشكلة، وعاداتنا هي مانا صحيحة، ومو ضروري تكون كل هالعادات منيحة. هي جريمة ورب العالمين بيحاسبك عليها يوم القيامة. بعدين مو انت اللي بتقدر تحاسب العباد. صار لازم نخلص من هالعادات اللي بتخلي الأب يقتل بنته بإيده. اي والله. بعدين اللي مو حرام عليك تقتل بنتك مشان حكي العالم؟ صدقني القتل بيضل حرام وجريمة شو ما كان السبب. بعدين ربنا غفور رحيم. بقى ليش لنكون نحن الظالمين وما نقتدي فيه؟ حكم عقلك ولا تتسرع مشان ما تندم بعدين. يا ابني انت وياه بعدوا عن طريقنا شوي، خلص بقى اتركوه للدكتور. هات ايدك لشوف، هات. عفارم عليك، خليك هيك عاقل. ابقى زورنا يا ابني. الله معك تسلم يا ابني. الله معك. ان شاء الله. تفضل يا ابني، توصل بالسلامة. الله معك يا يسلموا ايديك. والله ما كان في داعي، بس كيف بدي اكل كل هذا لحالي؟ طريقك طويلة، بعدين الشباب بيجوعوا بسرعة. يسلموا. يلا دكتور خلينا طيب. نروح. محمد بدك توصل الدكتور لحدود الضيعة. حاضر أغا حاضر. منيح. بتشكركم كثير، عن جد انتم خجلتوني كثير بكرم ضيافتكم يا اغا. هذا واجبنا يا ابني. الله توصل يسلمك. بالسلامة. يلا بخاطركم يا جماعة. مع السلامة. الله معك. الله معك يا ابني. الله معك يا ابني. الله معك. بالسلامة ان شاء الله. مشان الله لا تقتلوها، الله يخليكم لا تقتلوها، لا تقتلوها، مشان الله لا تقتلوها. امسكوا منيح. من شو خايف فلان؟ لا تخاف، خليك قوي. الشغلة كتير سهلة، بدك تكبس على الزناد وخلص.
ولك ليش عم تبكي؟ شبك لا تكون زعلان عليها، لا تزعل عليها، لأنه هي بتستاهل القتل. هي جابت لنا العار ولازم تدفع ثمن هالشي. إذا تمت عايشة ما رح نقدر نرفع راسنا أبدا بالضيعة، لهيك لازم تنقتل. أنت صرت شاب هلا، لا تخاف، يلا قوي قلبك. فوت. هربت لك كيف قدرت تهرب؟ نبي هاتي ايدك. تعالي. فوتي. لا تطلعي من هون لوقت ما ارجع لعندك. بركي قدروا يعرفوا مطرحي. لا تخافي، ما رح نخلي حدا يعرف انك بتخبيه هون. ان شاء الله يقدر الشيخ ابراهيم يقنع ابوكي وقتها منطالعك. أحمد، امرني أخي. روح خبر كل الرجال خلونا يستنوني بالقهوة. حاضر أخي. بدك تفتش الضيعة قرني وتلاقيها. أول شي بلش ببيت سناء وفتشه منيح. أمي، أنت تعبتي كتير بلا ما تروحي، خليني روح أنا بدالك. ما بصير، أنت خليكي بالبيت، أنا بروح. لازم نلاقي حل اليوم، بس ديري بالك منيح ولا تفتحي الباب لحدا. من وين طلعت لنا كل هالمصايب هلا؟ أمي شوفي مين إجا. شفت مين؟ خير، شو صاير؟ جميلة هربت من البيت. ما قصرت يعني، شو بدها تستناكم لحتى تقتلوها؟ نارمين. جميلة مثل أختها، لهيك عم تدافع عنها. بس إذا جاي تدور عليها ببيتي هي ما لهون. وإذا ما كنت مصدق الحكي اللي عم قوله فتش البيت. أنا ما قصدي هيك، إذا قلتي ما لهون أنا مصدق. لا تطلعي من البيت، رح أغيب ساعة وأرجع. حاضر أمي. البقرة ما بها شيء. الشيخ إبراهيم وصاني جيبها لعندك مشان تشتريها، وقد ما بتدفع فيها أنا موافقة. صدقيني أنا حابب اشتريها، بس أموري كتير دائرة بهاليومين. قد ما دفعت معلش. صدقيني ما معي مصاري. من شان الله ما تواخذيني، وسلمي لي على الشيخ إبراهيم. الله يسلمك. ما حدا رح يشتريها. يلا شباب، كل واحد على شغله، يلا. هي ساويت مثل ما بدك يا آغا.
شو ساوي؟ ما أخدك، وبكرة رح ياخدوا بنتي مني. دخيلك ساعدني يا رب، مالي حدا غيرك. مساء الخير خالي. أهلين. أنا عم دور على ضيعة سارسو، بس كأني ضيعت الطريق. لا أنت مو مضيع الطريق. شايف هالتلة؟ الضيعة وراها. بس خير، على مين عم تسأل؟ إلي رفيق بالضيعة، وأنا جاي مشان زوره. يسلموا خالي، أنا بتشكرك. ما لازم نخلي هالدكتور عديم الحس والاخلاق والشرف عنا بالضيعه. قبل ما نلاقي جميله لازم نلاقيه هو. نحن لازم ننتقم من الواطي ونقتله. معناها شو ناطرين؟ خلونا نمشي. يلا نمشي هلا نشوف. لازم نخلص عليه. لازم نخلص عليه. بقيان كتير؟ طيب وين صايرة العيادة؟ العيادة من هنيك. يسلموا خالي. طلع برا يا عديم الشرف من ابوك. طلع برا. كسروا الباب. كسروا الباب. يلا. يا ترى وينه؟ بيكون بالعيادة هالجبان. نحن لازم ننتقم من هالواطي ونقتله. دوروا عليه بالضيعة. هذا أكيد هرب. نحن خلينا نروح على العيادة. يلا يلا تحركوا، روحوا لندور عليه. هات لك وحدة إلي كمان. اجوا صاحب البستان، يلا خلونا نهرب. يلا خلونا نهرب. لا بتاعوا لا تخافوا، هذا مو صاحب البستان. العيادة وين يا أولاد؟ العيادة صايرة بآخر هذا الطريق. انتبهوا حتى ما تلمسكم. كسروا العيادة فوق راسه. غير راسك يا جبان. طلع لبرا يا جبان. احسن معلش قطعين. ما أحسن لك. والله لك بالعيادة. شفتك طالع عيونك. استنى انت وياه، ليش هيك عم تساووا؟ انت مالك دخل بالقصة، بعدي. دكتور مانو جوا. يا جبان يا جبان. حسون طلع لبرا احسن لك. لك باكي هيك. حسون اطلعوا لبرا. وينه هالجبان؟ بدي اياكم انتوا العيادة. عم بقول الدكتور مانو هون. والله لك العيادة والله.
ما لحق يهرب لبعيد. خلونا نفتش كل البستان. ولي بدهم يجوا لهون، خلونا نهرب. ولي اكيد هنيك. يا جماعه وقف احسن من اوصل. يا جماعه لك اطلع احسن ما اوصل. اطلع لبرا احسن لك. اوعى تفكر تهرب. اطلع يا جبان. طولوا بالكم، عملكم الدكتور ما اجى من امبارح. دوروا عليه. هرب مننا هذا. حرام عليكم حرام. احكي لي وين راح الدكتور؟ قلت لكم طلع من امبارح وما رجع. قال لي انه نازل على المدينه ولهلا ما رجع. مين انت ولا؟ انا رفيقه للدكتور رواد وجاي ازوره. انت رفيقه لهذا الواطي الجبان؟ هلا بدك تحكي لنا وينه؟ انا كمان ما بعرف وينه. انا جاي من اسطنبول. لا تكذب علينا. احكي يا شباب. اذا كنت رفيقه لعديم الشرف هاد معناها بتعرف وينه. ديالا تايب سلام مشان الله. علي متصاوب برصاصه. كيف تصاوب؟ مين اللي قوصه؟ ما بعرف، كان بالبستان. مبسوطين هلا؟ تعوا معي مشان تساعدوني اجيبه لهون. بجوز كمان نضطر ناخده على المدينه. المدينه؟ ايه بجوز ما تلحقوا تاخذوه على المدينه. مين انت حتى تتدخل؟ انا دكتور. ما بيصير تقسي قلبك كل هالقد على بنتك. اسمع مني وسامحها. والله حرام عليك. بعدين هم بنتي واللي بده يصير معها مكفيني، لا تحرق قلبي على جميلة كمان. خلص بقى سامحها. طمني، شو صار معكم؟ الدكتور مره بضيعه، هرب. أكيد جميلة بتكون هربانة معه. ونحن عم ندور عليه، اجت ضربة بالغلط بابنه الحميد. شو عم تحكي؟ يا حرام، صار له شي الولد؟ ما بعرف، أنا ما شفته. مبسوط هلا؟ مو أنت اللي بدك تقتل؟ هي بلش القتل بالولاد، أبصر على مين الدور بعدين. بدر، أنت الوحيد اللي بتقدر توقف هي الجريمة. في معك وقت وفيكن توقفوها هلا. لازم تحكم عقلك وما تخلي الغضب يعميك. علي 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 ابني علي، شو صار لك ابني؟ مشان الله رد علي. ان شاء الله ما فيك ابني علي حبيبي ابني. عمو علي علي احكي يا رد علي. على ابوك. فتح شوي على عمك. لك مين اللي قوص ابني؟ صدقني ما شفته منيح. والله بدي اشرب من دمك. والله لا قاتلك بعدي هدول اذا صار له شيء لابني. عم تسمعني؟ عم تسمعني يا كلب؟ حميد اتركه، هلا مو وقت القتل. عوض ما تتقاتلوا خذوا الولد على الدكتور قبل ما يموت. ليكن ابني حبيبي بعدين شو تموت. تحمل يا عمو. مين انت ولا؟ بعد ايدك عن ابني. ديالا ابني رح يعيش؟ عم ينزف كتير، لازم نوقف هالنزيف بالاول. ابني ما رح خليك تموت. ديالا مشان الله ساعدي ابني. انا شو طالع بايدي؟ انا مالي دكتوره. انا دكتور. دكتور؟ من وين طلعت انت الثاني؟ هذا رفيقه للدكتور رواد. اعطوني منديل قوام بسرعه. خذ. اضغط على الجرح. ابني لازم تساوي له عمليه فورا. خلونا ناخده على المدينه. مستحيل يتحمل السفر بهيك وضع. اذا ما يلا. تصرفنا فورا رح نخسره. بسرعه يا شباب، جيبوا شي حصان لنحمله. يلا رايحين. شو يعني؟ ما سمعت الدكتور شو حكى؟ المدينة كتير بعيدة ومستحيل يتحمل السفر لهونيك. انا رح اخده، ما رح خلي ابني يموت هون. ما عنا وقت ابدا لانه النزيف قوي كتير. بس لازم اخده على المدينه، ما رح خليه يموت. شو ما سمعت شو حكى الدكتور؟ الولد رح يموت على الطريق. كيف بدك يعني اتركه يموت قدام عيوني؟ انا رح ساوي له العمليه. بس انا ما بوثق فيك. كبر عقلك، ما عندك حل تاني. يلا ساعدوني بسرعه لناخده على العياده يا جماعه. يلا يلا مالكم شوي على مالكم. دكتور اذا صاروا لابني شيء ما رح خليك عايش. هلا مو وقت هالكلام، اتركني لحق الولد. دكتور، بعرف انك حابب تساعدهم، بس اذا صار شيء للولد
أهله ما راح يرحموك أبدا، بقى انتبه. أمي شو صار معك؟ بدل راسه وألف سيف بده يقتلها. كيف بده يقتل بنته؟ وأنا كمان رح ياخذوني؟ مو وقت البكا هلأ يا بنتي، إن شاء الله رح نلاقي شي حل. قومي هلأ جهزي شوية أكل وخديهم لجميلة، ولا تنسي المي كمان. نيرمين انتبهي ما حدا يشوفك. حاضر أمي. رجاء تطلعوا كلياتكم لبرا. إذا بدك العملية تنجح ويعيش ابنك لازم تطلع لبرا. دكتور معه حق، تفضلوا اطلعوا كلياتكم لبرا. يلا حميد. دكتور، إذا صار له لابني شيء يعتبر حالك ميت. دكتور ما قدرت لاقي أكثر من هدول. عقمتيهم؟ ايه. منيح. العملية بهيك ظرف خطرة مو؟ ما عنا حل تاني. دكتور إذا مات الولد بعرف رح يقتلوني أهله. ما بضع بنزل دكتور. إيمان عيوني. النبض وقف بالمرة. دكتور فيك شي؟ عم تسمعني؟ أنا برأيي لا تساوي العملية، شايف الوضع كيف؟ لازم نساويها. هاتي المشرط. حسون بعرف انك وراي.
اسمع لاني شفتك. انت ليش عم تلاحقني؟ وين جميلة؟ مفكرني بعرف وينها؟ مشان هيك عم تلاحقني وعم تمشي وراي. انا ما بعرف عنها اي شيء. وين خبيته جميلة؟ قلت لك ما بعرف عنها اي شيء. نارمين استني شوي، بدك تحكي لي وين متخبي جميلة؟ جميلة متخبية بالجبل، بس ما قدرت أعرف وين مخبينها. معناها ما هربت مع الدكتور. أكيد سناء هي اللي ساعدتها لتهرب، بس أنا بخليها تعترف بكل شيء. لا تضعفي، لازم تركزي معي وتساعديني. يا عيون امك، شو عملوا فيك يا كبدي؟ يا حبيبي امك، يا قلبي، يا عمري، يا عيون امك، اتركوني بدي موت معه، مشان الله، مشان الله ترجعوا لي اياه. خلاص طولي بالك، لا تخافي، ان شاء الله ابني رح يطير. ان شاء الله انا ولا انت. يسلموا ايديكي. بدك تحكي لنا وين خبيتي جميلة؟ ما رح أحكي لكم أي شيء لحتى تعفوا عنها. مو شغلتك إذا عفيت عنها ولا لا. هلأ صارت مو شغلتي يا بدر؟ لما كانت مرتك مريضة مين اللي رضع جميلة وكبرها؟ ومين اللي ربى حسون وكبره؟ مرتك ضلت سنين بالفرشة، وأنا اللي ربيت هالولاد وكبرتن، وما خليتكم تعتازوا أي حدا. ولما ماتت مرتك أنا صرت أمهم، عم تفهمني؟ بس وقتها ما كنت تقلي هي مو شغلتك. يا حيف على التعب اللي تعبته. صدقيني أنا مو قصدي زعلك. إذا ما عفيت عن جميلة ما رح أسامحك ليوم الدين، ولا رح أحكي معك. إذا كنتوا خجلانين من يلي صار اتركوا الضيعة وريحوا حالكم. جميلة لساتها بنت صغيرة، وأكيد هالدكتور ضحك عليها. مشان هيك ما لازم نحاسبها على هيك غلطة ونقتلها. وسناء قالت كلام مزبوط. إذا كنتوا خجلانين من يلي صار فيكم اتركوا الضيعة وسافروا. تقدروا تروحوا لمطرح ما بيعرفكم في حدا. مو أحسن ما تقتل بنتك وتتحسر عليها طول عمرك؟ بدر، قد ما كانت غلطتها كبيرة هي بتضل بنتك. هات لهون. هيني مو إلك. شو اللعبة الحلوة مين سواها؟ عمي سوالي اياها، خلينا نلعب فيها. شايف دواليبها شو حلوين؟ تزرع قد ما بدك. امشوا من هون. خلونا نقوم. امشوا. ليش ما بدكم تلعبوا معي؟ دخيلك يا رب تعافيني يا دخيلك يا رب تلطف فيني. رجعلي امي والله بموت اذا صار له شيء. دكتور طارق، النبض وقف عنده.
شو لهلا ما خلاص؟ يظهر غلطنا لما وثقنا مع الدكتور وأمنا له إذا صار له شيء لعلي. شان الله لا تقولها. علي ما راح يصير له شيء. بجوز يكون علي مات وهو ما عم يخبرنا لأنه خايف.